انت مش بتعرف تستمتع وتكون سعيد مهما عملت. يعني في اوقات ممكن تسافر وتخرج وتبقى في لمة وتبقى في فرح وتبقى وتحس ان انت من جواك مش قادر تستمتع، مش قادر تكون سعيد. هقول كام نقطة كده وشوف انت ممكن يكون بينطبق عليك ايه فيهم. لان ممكن احنا واحنا صغيرين اغلب المشاعر اللي احنا بنعيشها والواقع بتاعنا بيكون اتبرمجنا عليه واحنا صغيرين. يعني احنا لو عشنا في بيت الاب والام مش بيتبسطوا، مش بيقدروا لحظات الفرحة والسعادة، وعندهم تقدير بس وشكوى دائمة وحياة شقاء دائمة. لو في حد الاب او الام، خصوصا الام، لو مش بتقدر تتبسط او انت مش بتقدر ترضيها مهما انت عملت، فانت في الاخر هتتبرمج بهذه المشاعر، وهتكون انت كمان مش عارف ترضى، مش عارف تستمتع بحياتك مهما انت عملت. تاني حاجة الوعي الجمعي اللي هو بيحط دايما على السعادة وكأنها لفئة معينة فقط، وان الدنيا دار ابتلاء، وان احنا السعادة بتبقى في الاخرة، وان احنا الدار اللي احنا عايشينها دي والدنيا اللي احنا عايشينها دي دار شقاء وبس. فانت بتتبرمج في عقلك اللاواعي ان انا مش المفروض ان انا اكون سعيد. الدار اللي انا فيها دي والدنيا اللي انا فيها دي مفروض انها دار ابتلاء وشقاء، وانا جاي اشقى وابتلى، وده طبعا بعيد تماما عن الصحة. تاني حاجة ان انا ممكن اكون بيحصل لي ذنب وتأنيب لو انا حسيت ان انا سعيد. ليه؟ لان انا مثلا اصل امي تعبانة، اصل اخويا عنده مشكلة، اصل جارنا حد عنده ميت، فانا مراعاة لكل هذه الشعور والذنب والتأنيب اللي عندي اصلا جوايا، اللي بيخليني اصلا دايما بأنب نفسي وبعاقب نفسي حتى على ابسط الاشياء، حتى لو كنت عايز ابقى سعيد او مستمتع. في نقطة تانية عايزة اضيفها وجدا جدا مهمة، هي شوية عميقة. ان اي صراع واي واقع زي ما احنا قلنا متجلي في حياتك هو صراع وحاجة جواك انت. فاحنا لو عندنا الطاقة الذكورية والطاقة الأنثوية، وأنا عندي وأنت عندك، لو كان ذكر أو أنثى أي مكان، أنا بتكلم على طاقات مش على جنس. أنا عندي الطاقة الذكورية وعندي الطاقة الأنثوية. الطاقة الأنثوية هي إيه؟ الطاقة الأنثوية هي الاستمتاع، هي الدلال، هي الاسترخاء، هي الاستقبال. فأنا لو عندي أحكام على الطاقة الأنثوية وقمع لهذه الطاقة الأنثوية دون إدراك مني، لأن الطاقة الذكورية قمع لهذه الطاقة، وإن الهيبة والإنجاز والاحترام هو اللي مفروض، وإن الاستمتاع والضحك والدلال والاسترخاء ده مش المفروض يكون موجود، فأنت لا يمكن هتعرف تستمتع، وهذا الصراع جواك. ادخل جواك واسأل، هل أنا عندي صراع بطاقة الذكورة والأنوثة؟ اسأل نفسك على فكرة وانت مسترخي وهديلك الإجابة. هل أنا عندي قمع لطاقة الاستمتاع والاسترخاء والدلال والاستقبال بتاع طاقة الأنوثة ولا لا؟ تاني حاجة عايزة أضيفها وبرضو شوية عميقة، فهي أنا ممكن أنا أستمتع بشيء وأنت تستمتع بشيء والتالت يستمتع بشيء. ليه؟ لأن أنا حسب أجسادي، لو حد عنده فكرة عن الأجساد الطاقية، فكل جسد ممكن يكون بيستمتع بشيء. يعني إيه؟ يعني مثلا في ناس بتستمتع جدا بالشوبينج، وفي ناس جدا بتستمتع بالمشاعر وبالحب وبالرومانسية، وفي ناس بتستمتع بالنقاشات زي كده. يعني انا جسدي الفكري هو اللي بيستمتع، بحب النقاشات المستنيرة، ودخلت مثلا في نقاش مع حد بيفتح لي مدارك وكده، يا سلام، بكون في قمة الاستمتاع. ففي ناس بتستمتع بالجسد الفيزيائي او الجسد العاطفي او الجسد الفكري. فالفكرة فين؟ المفروض ان انا يكون عندي توازن بينهم كلهم، ان انا استمتع بالشوبينج واستمتع بالمشاعر واستمتع بالنقاشات واستمتع. في الاخر انا لازم تحت امبريلة الاستمتاع اقدر استمتع بكل ما فيا وبكل اجسادي. لو حد عنده بس فكرة عن موضوع الاجساد ده، خدها بالمجمل، انا بستمتع بالمشاعر او بالشوبينج او باللمة او بالنقاشات او بالمذاكرة او بالابحاث او وانت هتعرف انهي جزء اللي عندك عايز يتوازن فتبدأ تركز عليه. فربنا سبحانه وتعالى خلقنا علشان نبقى مبسوطين، عشان نبقى مستمتعين، مش عشان نعيش في قهر وشقاء وضناء وعذاب يعني. فلازم تعرف فين النقطة اللي عندك ممكن تتحرر منها أو تشتغل عليها علشان تقدر تكون سعيد ومستمتع في حياتك. شكرا.